صباح الخير. ان شاء الله اليوم جبت لكم فيديو القريوش جديد على شكل شوارب مي رائع في الشكل نتاعو، في البنه نتاعو. تبعوا معايا كيف نخدموه. هنا غنجيبو ان بول ونحطو فيه كاس مارغرين تكون دايبه، ونزيدو كاس ما معاه 2 مغارف ما زهر، نديرو شويه ملح، نديرو بيضه، نديرو نصف مغرف خميره تاع الخبز ونصف باكي تاع الخميره تاع الحلوى تاع الكاطو، ونشيحو بالفرينه. ما تنساوش العجينه تاعنا لازم تكون جاريه، ما تكونش شايحه، باه تخدم لنا القريبش تاعنا في المقله، باه يتنفخ ويجي باهي دكتوك فيه. ونحطوا العجينه ترتاح لمده نصف ساعه، لازم ترتاح نصف ساعه كامله. هي تطلع العجينه نحكموا نحلوها كما تشوفوا، وتكون رقيقه بزاف. لازم تكون شويه خشينه باه القريوش تاعنا الشكل تاعو يتكون ويجي منفوخ. تبعوا كيفاه تكون، كيف نقطعوا ونكونوا الشكل تاع القريوش تاعنا هذا على شكل لي لافغ، على شكل شوارب. هو جديد، نوع جديد مي رائع في الشكل تاعو، يليق غير في العراس، في الضياف، بريستيج، روعه. ان شاء الله عجبكم الفيديو. ما تنساوش بنات ديروا لي تعليق، ديروا لي جيم. نستاهل مادام نجيب لكم غير جديد ورائع. مازلت هاد الايامات نقدم لكم غير جديد، تبعوا برك وان شاء الله ربي يقدرني ونقدم لكم. نحكموا حنا نحطوا الزيت تاعنا يغلي بزاف بزاف، لازم يكون يغلي مليح، هو اللي يعاون القريوش تاعنا بالخصوص هذا في التنفاخ نتاعو، يتنفخ باه يكون لنا هادو الشكل تاع لي لافغ. لازم حمروه ما تخليوش ابيض، البهوه تاعو في الحموريه تاعو. من جهه اخرى نحطوا العسل تاعنا طيبوه ولا يكون ساجي، ودي بريفيرونس العسل تاع المرجان رائع مع شويه ما زهر، الله الله يجي رائع. ونشحروا القريوش نتاعنا تاع لي لافغ. ما تنساوش لازم يكون بارد والعسل يكون دافي، ما ديروش العسل سخون بزاف، يكون دافي والقريوش يكون بارد. نشحروه ونحطوه ونقدموه وزينوه كما تحبوا. ان شاء الله هذا الفيديو عجبكم. يعني النوع هذا ما كانش في اليوتيوب. ان شاء الله ديروه وجربوه، رائع. تقدموه للضيافه نتاعكم، وانا بدوري مازلت نقدم لكم غير جديد، وحنجيب لكم عده انواع تاع القيوش جدد وحلوه. باي باي، مع السلامه في وقت جديد.